سيحتاجون للحفر لمسافة تقدر ب38 كيلو مترا من هنا إلى هنا، 28 كيلو مترا منها تحت سطح البحر. العمق سيصل إلى 475 مترا تحت سطح البحر، يعني ليس سهلا. وستكون هناك سكة حديد ونفق موازن للخدمات، وسيربط ملباطة في مدينة طنجة بالمغرب، وأيضا يربط من الجانب الإسباني يربطها في بالوما في طريفة الإسبانية. عاد الحديث عن المشروع بعد تحسن العلاقات. أيضا هذا بالطبع ليس النفق الجديد، لكن هو نفق آخر تم حفره، وسيتم حفر النفق الجديد بنفس الطريقة. على كل حال، الحكومتان كلفتا شركات مغربية وأخرى إسبانية بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. هذا المشروع سيسهل مرور 13 مليون طن من البضائع سنويا بين البلدين، و12 مليون مسافر سنويا على المدى المتوسط. طبعا ستتولى شركة ألمانية العمل على تنفيذه.